نجم ليفربول بيوافق على الانتقال الى نادي برشلونه في الصيف. حسب ما ذكرت صحيفه ديلي ميل البريطانيه فان البرازيلي فيرمينيو بيوافق على الانتقال الى نادي برشلونه في الانتقالات الصيفيه المقبله، وده هيبقى في صفقه انتقال حر. فيرمينيو مرتبط بعقد مع ليفربول لحد الصيف القادم، يعني فاضل له شهرين كده. كمان خرج فيرمينيو من حسابات ليفربول تماما، وده بعد ما كان اساسي في الفريق، وكمان بعد ما الريدز عمل صفقات في الفتره الاخيره. وعلى الرغم من ان كل الاخبار التركيه بتقول ان فيرمينيو كان هيروح جلاتا سراي، الا ان ديلي ميل اكدت ان اللاعب وافق ان هو ينتقل الى نادي برشلونه الاسباني، وطبعا في صفقه انتقال حر لان برشلونه متعثر ماديا جدا الفتره دي. فهل يا ابو الكباتن فيرمينيو هيكون اضافه جيده لنادي برشلونه ولا لا؟ مانشستر يونايتد يريد ضم لاعب توتنهام. كشفت صحيفه تلجراف ان مانشستر يونايتد بدا مفاوضاته الاوليه مع توتنهام علشان يتعاقد مع هاري كين في الانتقالات الصيفيه القادمه. زي ما انتم عارفين ان مانشستر يونايتد بيدور على مهاجم، وكمان علشان راشفورد يرجع يلعب في مكانه كجناح ايسر، وهاري كين كده كده اصلا مخنوق من توتنهام بعد الفضيحه بتاعت 6-1 دي. ده حتى الان يا جدعان ما خدش ولا بطوله في مسيرته. ذكرت كمان الصحيفه ان رئيس توتنهام ممكن يطلب في الصفقه اكتر من 100 مليون جنيه استرليني لاي نادي انجليزي، وممكن يقبل بحوالي 80 مليون بس لو النادي مش انجليزي. فهل فعلا لو الصفقه تمت هاري كين ممكن يفيد مانشستر يونايتد؟ صدمه العمر بالنسبه لريال مدريد. بيلينجهام بيحدد فريقه الجديد. كشفت صحيفه التايمز البريطانيه ان جود بيلينجهام لاعب وسط بروسيا دورتموند والمنتخب الانجليزي بلغ اداره بروسيا دورتموند برغبته في الانتقال الى نادي ليفربول الانجليزي، وده في خلال فتره الانتقالات القادمه. ده بيريز هتلاقيه بيصوت دلوقتي لان الصفقه دي كانت هتبقى ممتازه بالنسبه لريال مدريد، ومن المعروف ان الثلاثي ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول بيتصارعوا على الصفقه، ولكن اللي بيحسم الامور في الاوقات اللي زي دي هي رغبه اللاعب. وفعلا ليفربول هو اكثر المهتمين بضم اللاعب، يعني اللاعب اول ما هيجي هيلعب اساسي على طول. فهل لو انتقل بيلينجهام الى ليفربول هيفيد الفريق ولا لا؟ ايقاف محمد الشناوي حارس النادي الاهلي 3 مباريات في بطوله الدوري المصري. كشفت رابطه الانديه المصريه عن العقوبه الموقعه على محمد الشناوي، وده بسبب انه تعدى على لاعب سموحه بالضرب بدون الكره. الشناوي كان اخذ بطاقه حمراء في اخر دقيقتين من المباراه واللي فيها كسب الاهلي سموحه 2-0. وقالت الرابطه قررت رابطه الانديه المصريه بالتنسيق مع لجنه المسابقات برئاسه عامر حسين ايقاف محمد الشناوي 3 مباريات بسبب ضرب الخصم بدون كره، وبكده هيغيب الشناوي عن مباراتي بيراميدز وانبي، والمباراه الثالثه هيتم تحديدها بناء على جدول المسابقات. العقوبه دي في الدوري بس، يعني ملهاش علاقه بكاس السوبر اللي قدام الزمالك واللي هتكون ان شاء الله في الامارات يوم الجمعه 5 مايو. فهل تتوقع ابو الكباتن مين اللي هيفوز بكاس السوبر، الاهلي ولا الزمالك؟ ابو تريكه وميسي وكريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام والساحر رونالدينيو. لو انت ابو الكباتن المدرب وجات لك ركله حره مباشره ومصيريه بالنسبه لفريقك، يعني لازم تيجي جول، ومتاح ليك انك تستعين بلاعب واحد بس من دول، يا ترى ابو الكباتن هتخلي مين يشوط الركله الحره المباشره؟ وبس كده، شكرا ليكم جدا على المشاهده. اوعى تنسى اللايك والفولو والاشتراك علشان يوصلك كل الاخبار الجديده، واشوفكم الحلقه الجايه.